سامي ابن اللعيبه نزل ستوري. ايه ده؟ ومعاه ابو ياسر؟ يا ولاد اللعيبه، ايه ده؟ دول خرجوا ومحدش كلمني. ازاي يعني؟ ده انا اللوم هنت عليهم بالشكل ده. خلاص انا تمام انا تمام انا تمام انا تمام انا تمام انا كويس انا كويس. 15 سنه هنت عليهم بالشكل ده، خلصت خلاص يعني كده. ده الغدر زي ما قال الكتاب. البتنجان واخد الغدر في حتة تانية. باين لها بقى كده حملة بلوكات مش إلى حل. استنى بقى انزل ستوري باك جراوند سودا، هاشتاج ما باخدش عزا في صحابي، هاشتاج يا بخت اللي ما دقش غدر الصحاب، هاشتاج اشر الناس من خان العشرة، هاشتاج اللي اتكسر جوايا مج مش كوباية. افورت، حاسس اني افورت سيكا. طب خلاص فاك ستوري، خليني ابعت له تكست ولا اقول لك بلاش بقى، هيقول شغل عيال. يلا خليني ساكت. افهم نفسك هترتاح. في سنة 2021 الفنان القدير مصطفى الدجوي نزل رائحته قموصة. انت قموصة، عارفك عيل سوسة. هل كل قموصة عيل سوسة؟ او مثلا تيجي تبعت لمراتك عامله ايه يا حبيبتي، تقوم رازعاك واحده باك هاند تمم. ايه تمم دي بقى؟ تمم دي تمام، بس الالف اللي طارت دي طار معاها 3 ايام من عمرك. لو رحت حبس انفرادي اهون لك 6000 مليون الف مره. تقوم انت ايه بقى زي الشطور، تقوم انت جاي ردت عليها يا رب دايما يا حبيبتي. كده انت لا يجوز عليك الرحمه قولا واحدا. طب ايه القمص ده بقى، وايه السايكولوجي وراه؟ ولو انا بتقمص اتعامل ازاي؟ ولو حد غالي عليا بيتقمص اعرف اتعامل معاه ازاي؟ واحد يقول لي بقى طب انت يا علوم قاعد تقول لي مش عارف السايكولوجي ومش سايكولوجي، انت بتتقمص وما تكلمنيش تاني. ايه بقى القمص ده؟ هو نوع من انواع الايموشنال ويدرو، يعني انسحاب عاطفي بيحصل بعد ما الانسان بيتضايق. ودي حاجه انا ما كنتش اعرفها. انا كنت بحسب الانسان لما بيتضايق يبقى اتقمص. لا، هو الانسان بيتضايق من حاجه حصلت، فبدل ما يتكلم ويعبر عن الحاجه اللي ضايقته دي هو بيختار ان هو يسكت او بيكسبرس الموضوع ده في كذا حاجه بقى من اللي جايين دول. اجابات قصيره بتحس ان انت في حاجه اتغيرت. اكتنج كولد علميا في فرق كبير بين القمص والسايلنت تريتمنت. القمص بيبقى جاي من ضعف او خوف، السايلنت تريتمنت بيبقى عقاب او تحكم. انت ضايقتني فانا هعاقبك عشان انت ضايقتني، او ان انا عايزك تعمل لي حاجه معينه فانا هسكت عشان انت تعمل لي الحاجه المعينه دي. طب ايه بقى السايكولوجي ورا الكلام ده كله؟ في السايكولوجي ما بيستخدموش كلمه قمص، بس هي بتيجي ريليتد ب3 توبكس: الانسحاب العاطفي، الاحساس بالوجع او الجرح، والباسيف اجريشن. دكتور هارداكر عمل دراسه على الاطفال واكتشف ان هو القمص دوت اول علامه فيزيبل، اول علامه تقدر تشوفها بتدل ان الطفل اللي قدامك دوت بيمر بايموشنال بين. ببساطه انا ببقى متضايق او حاسس ان انا مرفوض، فبدل ما بتكلم انا بسكت. السكوت ده بقى بيجي تحت 3 ايموشنز: جرح، ان هو انت ما اهتمتش بمشاعري او انا هنت عليك. تاني حاجه بقى العار، اللي هو ممكن انا مش مهم انف في نظر اللي قدامي، فاللي هو اكلمه ليه؟ او مثلا انا لو اتكلمت ممكن اللي قدامي ده يشوفني عيل. خلاص كبرنا بقى على الكلام ده. فرحة امك بيك يا تالت حاجة بقى وده بيبقى الخوف اللي هو انا لو عملت مشكلة انا هخسر اللي قدامي. او الناس اللي بتتعامل مع مراتاتهم على اساس ان هم حقل انغام، انا هفتح بقي من هنا تسريبات 2006 هتفرقع في وشي، فخلاص انا بضطر بقى اجنور الاليفنت ان ذا روم. وهنا بقى المفاجاه ان الاحساس بالتجاهل ده بيأكتيفيت نفس المناطق في المخ اللي بيأكتيفيتها الفيزيكال بين، يعني كانك ضربت علقه. القمص ده بقى هو حاجه احنا بنتعلمها، بتبقى كوبينج ميكانيزم الواحد بيتعلمه وهو صغير. بيبقى غالبا كان في بيت من البيتين. البيت الاولاني المشاعر فيه ما كانتش ويلكم، او حتى لو عبرت عن مشاعرك لا ده انت ممكن الناس تتريق عليك، ممكن الموضوع يوصل ان انت تتعاقب. يعني كان في واحد صاحبي ابوه شغال معاه بمبدا دبل اند جيف ات تو ذا نيكست بيرسون. هو يقوم ضربه مديله علقه، فصاحبي دوت يقوم معيط، فابوه يشوفه معيط يقوم مديله علقه تانية. كمان واحدة والنبي يا ريس. كفاية بقى. ده كمان واحد. كفاية بقى. ده كمان واحد. او بقى البيت التاني هي العائلات الرديمه.
اول لما بنقابل مشكله في البيت بكل بساطه بنقوم جايين ايه، اردم على المشكله، اين المشكله، اختفت المشكله. القمص بقى مش بيبقى نوع واحد، هو بيجي في سبيكترم مكون من 4 مناطق: انسحاب صحي، ايموشنال قمص، باسيف اجريسيف قمص، والاخيره اللي هي السايلنت تريتمنت. تعال بقى نفهم ازاي الموضوع ممكن يبتدي بان انت عايز تحمي نفسك، ليه ان انت بقى معاك سلاح خطير بتأذي بيه الناس اللي حواليك. اول نوع من القمص هو الانسحاب الصحي. الانسحاب الصحي دوت واحد حصل موقف ضايقه فبيقرر ان هو ياخد بريك، انا ههدى، كلمه، وبعد كده لما ههدى انا هتكلم في الحاجه اللي مضايقاني. فده طبعا بيبقى احسن حاجه، ودوت اللي هو ايموشنال ماتيوريتي. النوع التاني بقى ده بيبقى الايموشنال قمص، ودوت بيبقى شخص بيبعد، بيتعامل بقى بطريقه مختلفه، بس هو من جواه بيدعي يا رب يصالحني، يا رب يشوف ان انا متضايق، يا رب يجي يصالحني من غير ما اقول حاجه، يا رب يشوفني. وده طبعا ما فيهوش اي حاجه شريره، بس هو طبعا ضعف في الكوميونيكيشن، لان انا بدل ما بكوميونيكيت بطريقه هيلثي انا بنسحب. نيجي بقى الريد فلاجز، وده بقى عباره عن الباسيف اجريسيف قمص. ايه بقى الباسيف اجريسيف قمص ده؟ الموضوع بيبتدي من ان انا شخص ضعيف مش عارف اعبر، ليه ايه ده انا لما بعمل كده انا باخد اللي انا عايزه. طب ما انا الموضوع كده ابتدى يخش في حته انت ضايقتني فانا هعاقبك. في بقى الوحش بتاعهم كلهم السايلنت تريتمنت، اللي هو خلاص بقى الموضوع بقى مالوش اي علاقه بالوجع، هو انا في طريقه بعاقبك بيها، بتحكم فيك بيها، يعني انا هتقمص عشان انت تعمل لي الحاجه اللي انا عايزها. مهما اتاسفت الموضوع مش فارق معايا، لان انا اللي فارق معايا الحاجه اللي انا عايزك تعملها. الموضوع كده بقى ما بقاش قمص، بقى سايلنت تريتمنت. معهد جوتمان بيصنف السايلنت تريتمنت دوت على انه اكبر مؤشر الاتنين اللي متجوزين دول هيتطلقوا. ده بقى بالعكس، الفريكوينت سايلنت تريتمنت بقى معترف بيه انه نوع من انواع الابيوس في العلاقه. واحد بقى يجي يقول لي ايه يا علوم، يعني انا مراتي طلعت ابيوسيف؟ امتى الموضوع بيبقى ابيوس او مانيبيوليشن؟ لما النية وحط خطين 3 4 تحت كلمة النية تتحول من ان انا شخص مش عارف يعبر او شخص مستضعف لشخص قوي وشخص متحكم، بستخدم القمص دوت كسلاح. ساعتها بقى القمص ما بقاش حماية، القمص بقى استراتيجية. ايه بقى اللي بيحصل جوه دماغ الشخص اللي بيتقمص؟ هو اول حاجه ايموشنز، بيحس ان هو موجوع، disappointed او حاسس ان هو مش مهم. الافكار اللي في دماغه بقى محدش مهتم، لو انا اتكلمت هندم. جسديا بقى بيبقى حاسس ان هو موجوع، في وجع في صدره، بيبقى حاسس ان هو شوت داون، بيبقى متغير كده، بيبقى بارد، تقعد كده دحلاب يعني بتحس ان هو طفى. ومن اشهر الحاجات برضو ان هو بيافويد الاي كونتاكت، يعني انت لو بصيت له مش هيبص لك، خدوده بتبقى قصيره جدا، دايما بيحاول يبقى مشغول. بس بقى تحت كل الكلام دوت هو يعني بيتمنى ان في حاجه تظهر تبين له ان انت مهتم، ان هو فارق معاك. معلومات مش مهم تعرف. نبدا بقى بالدراسات اللي في الكليات. 7 من كل 10 بيتفرجوا على الفيديو يا اما بيتقمصوا يا اما بيتعاملوا مع حد بيتقمص. واحد يقول لي علوم 10 ايه بس اللي بيتفرجوا ده الفيديو جايب 5 فيوهات. في دراسة اتعملت على 14,000 بني آدم مرتبط. يعني ايه يا علوم؟ يعني في 14,000 مرتبط وانا لا، للأسف في 4 بليون بني آدم مرتبط وانا وانت لا. نرجع للدراسة. 14,000 كابل لقوا ان اول وسيلة بيستخدموها للخناق هي السايلنت تريتمنت، اكتر من الزعيق وقلة الادب والشتيمة. منتدى فتكات للعلم النفسي. انا مش مسؤول عن مصادر المعلومات اللي جاية دي. 92% من المسجات اللي هتجيلك حد بيقولك فيها ان هو تمام، هو مش تمام. في راجل في اليابان فضل مخاصم مراته 20 سنة لحد ما اعتذرت. الافريج شخص مقموص بيبص على موبايله اتليست 17 مره يشوفك بعتله ولا لا. سندوتش شاورما مع واحد بطاطس موتزاريلا قادر يقضي على 99.9 من حالات القمص. وكما قال الدكتور ابو حيدر السوري، باخد القمص من المريض برجعه له على هيئه سندوتش شاورما يتغذى بيه. طيب يا علوم انت قاعد ترغي وما قلتليش برضو اعمل ايه لو انا بتقمص؟ ورقه وقلم اكتبي ورايا يا ست الكل. الخطوه الاولى، اول ما تحس انك داخل في المود، اول حاجه لازم جسمك يهدى. لا
الولد لازم يهدى. الولد اهو شوفوا حضراتكم الولد يعني. طول ما جسمك مش تمام عقلك مش تمام. قوم اقف، انزل اتمشى، اغسل وشك بميه ساقعه، او لو حسيت الموضوع داخل بقى في ناحيه بانيك اتاك ممكن تستخدم بقى الطريقه اللي هي 4 7 8 لتنظيم التنفس، وطبعا هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. ادي نفسك اتليست 15 دقيقه تفصل من غير ما تفكر في اي حاجه دلوقتي. تاني، طول ما جسمك مش تمام عقلك مش تمام. الخطوه الثانيه، اعرف الايموشن الحقيقي اللي انت حاسه. اسال نفسك اسئله زي ايه اللي انا متضايق منه، ايه اللي انا خايف منه، ايه الحاجه اللي كنت محتاجها وما لقيتهاش. الخطوه الثالثه، لازم بقى تفرق اللي انت حاسه من اللي انت خايف منه. يعني انا خايف لو كلمت صحابي يشوفوني عيل، لو اتكلمت هبقى تقيل او هبقى تو ماتش، او لو الموضوع كبر مننا وقلبت بخناقه احنا هنخسر بعض. كل دي مش فاكتس، دي مخاوف. اسأل نفسك أسئلة زي مثلا هل صحبة 15 سنة فعلا هتبوظ لو انت وصلت المشكلة بطريقة هيلثي؟ مش منطقي يعني أكيد. لازم مخك يتعلم يفرق بين الفاكتس والمخاوف. الخطوة الرابعة، هنبدل القمص بكلمات سيف. أنا اتضايقت لما حصل كذا، أنا محتاج ري أشورنس الحين. من هنا تنط لو ده هيثبت لك انك ايه. انا مش عايز اتخانق بس انا حسيت بكذا كذا كذا، معلش انا مش تمام دلوقتي، لما ههدى هنتكلم. الخبر الحلو في الموضوع ان الكوبينج ميكانيزم اللي انت اتعلمتها وانت صغير تقدر بكل بساطه تفكها وتركب مكانها كوبينج ميكانيزم هيلثي. طب اعمل ايه بقى لو حد عزيز عليا بيتقمص؟ قبل ما نقول اي خطوات اوعى تتريجر الديفنسيف ميكانيزم. ايه هو الديفنسيف ميكانيزم ده؟ انا بحس بالخطر فببدا ادافع عن حياتي. ايه مثلا الحاجات اللي بتريجر الديفنسيف ميكانيزم؟ مالك انت بتتصرف كده ليه؟ ايه شغل العيال ده؟ انت كده ببساطه بتوصل في مخهم ان هم في خطر. اول خطوه بقى هنعملها اللي لسه متكلمين عليها من دقيقتين، هننيم الايموشن اللي انت حاسه. فبدل ما تقول لها انت ليه ما بترديش، قول انا حاسس ان في حاجه مضايقاكي، انا حاسس ان في حاجه ضايقتك مني، انا ممكن ابقى غلط بس انا حاسس ان في حاجه متغيره، انا حاسس انك واخد جنب سيكا في حاجه ضايقتك. في بقى الخطوه الثانيه، امن قبل ما تصلح. يعني ايه يلوم؟ مش لازم تتفق مع رايه، بس قول حاجه زي انا فاهم ليه حاجه زي كده ممكن تكون ضايقتك، انا فهمت دلوقتي انت حسيتي كده ليه. الفاليديشن ده بقى بيقول للنيرفس سيستم بتاع الشخص اللي انت بتكلمه انت مش لوحدك. تالت خطوة، حاول تفهم ايه اللي حصل بس من غير ما تبقى بتحط بريشر. فمثلا ممكن تقول انا موجود لما تحب تتكلم، مش لازم تشرح لي دلوقتي، انا مهتم جدا باللي انت حساه. طيب لازم نبقى عارفين ان التغيير دوت مش بيحصل في يوم وليلة. حتى لو انت والطرف التاني قررتوا ان انتوا تتغيروا، الموضوع ده عبارة عن بروسس بتاخد وقت ومجهود منكم انتوا الاتنين. فما تحطش فولس اكسبكتيشنز. طيب انا دلعت وطبطبت وحاولت واتأسفت وكل حاجة ومفيش حاجة شغالة، جربت كوميونيكيشن مش كوميونيكيشن، شاورما مش شاورما، مفيش حاجة شغالة. ساعتها بقى لازم تحط باوندريز. ليه؟ لان انت لو فضلت بالاسلوب دوت العلاقه دي هتروح. بكلمك في طلاق يا فندم بس. فبتحط باوندريز ازاي؟ انا خايف على علاقتنا وحوار السايلنت تريتمنت ده اتكرر وحاجه زي كده هتاذي علاقتنا جامد او هتدمرها. في الاخر خلاص القمص مش سكوت وبس، ده خوف من انك تقول انا موجوع، خوف من انك ما تكونش مهم كفايه ان صوتك يتسمع. في ناس فينا اتعلمت تختفي لما تتوجع، لان في وقت من الاوقات الاختفاء كان امن من الكلام. بس النهارده انت مش الطفل ده، النهارده من حقك تاخد مساحه، من حقك يكون لك احتياجات، من حقك تقول الكلام ده وجعني. لو انت بتحب حد بيسكت وبيبعد لما يتوجع، افتكر ان ورا السكوت البارد ده غالبا قلب دافي خايف انه يتشاف. الهيلينج مش بيبدا ببيرفكت كوميونيكيشن، بيبدا بلحظه شجاعه، جمله واحده، حقيقه واحده، باب بيفتح بهدوء بدل وداع تاني في صمت. الخبر الحلو اللي اتعلمناه في الوجع ممكن ننساه في الامان. لو الحلقه دي لمست حاجه جواك، انت مش لوحدك، عمرك ما كنت لوحدك. كان معاكو مريض نفسي، واشوفكوا الحلقه الجايه.